مفيش انسان ناجح الا وقد قفز، وعليك الان ان تقفز لاعلى. ده مش كلامي، ده كلام الانسان الجميل الخفيف على قلبي المؤثر بشكل رهيب جدا، وهو العبقري ستيف هارفي. قال الكلام ده في كتابه اقفز، اللي انصحكم ان انتوا تقروه في اقرب وقت ممكن. قال في كتابه ده شويه جمل غيروا حياتي تماما، وان شاء الله لو قريت الكتاب ده هيغير لك حياتك انت كمان. قال مهما كانت موهبتك لازم تشتغل عليها طول الوقت. المجال اللي انت بتحبه لازم تشتغل على نفسك فيه على قد ما تقدر. ربنا هو اللي زرع الحب بتاع المجال ده في قلبك، فاكيد هو ده الخير ليك. اول مره تقفز ممكن الباراشوت ما يفتحش، ممكن تتعور، ممكن تتجرح، ممكن تخسر، عادي مفيش اي مشكله. ربنا عايز يعلمك درس، عايز يقويك، عايز ينشفك، فالموضوع ده هيفرق قدام معاك وهتفهم الكلام ده بعدين. اهم حاجه تقوم وتحاول تاني وتالت ورابع كمان، واكيد ان شاء الله باذن الله الباراشوت بتاعك هيفتح وهتنجح. وده وعد ربنا لينا لما قال في كتابه ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بس الاهم ان انت ما تستسلمش ابدا. عايزك تؤمن بموهبتك وعايزك تشتغل عليها، لان انت الوحيد اللي شايفها واللي قادر تحققها. اشتغل بكل جهدك وبكل طاقتك انك تنجح، وان شاء الله الباراشوت بتاعك هيفتح. ما تفكرش كتير في الماضي. ستيف هارفي قال في كتابه اقفز مثال عبقري. قال لو اعتبرنا ان انت ماشي في طريق نجاحك بعربيه، والمرايه الصغيره اللي قدامك هي عباره عن الماضي بتاعك، او بتشوف خلالها الماضي بتاعك، والازاز الكبير اللي انت بتشوف منه الطريق اللي قدامك هو مستقبلك، وهو ده اللي انت محتاج تركز فيه جدا، وهو ده طبعا اللي اخد المساحه الاكبر قدامك. هو ده اللي هينجحك، ان انت تركز قدامك. الماضي هتحتاجه بس ان انت تلمح لمحه بسيطه، تبص فيه بس بصه بسيطه، تشوف الاخطاء اللي انت غلطت فيها زمان عشان ما تكررهاش تاني في المستقبل. اما بقى لو فضلت مركز في المرايه الصغيره اللي بتشوف فيها الماضي بتاعك، وفضلت سرحان وهيمان وحزين ومتضايق وازاي انا عملت كده، انت اكيد هتلاقي حاجه قدامك وهتخبط فيها، والعربيه ممكن تقلب بيك. حياتك ومستقبلك هي العربيه دي، هتهلك بيك تماما. الموهبه لوحدها مش كافيه تماما، لازم تتعلم وتطبق وتمارس وتشتغل على نفسك وتطورها وتحدثها كمان من وقت للتاني. كل ده هو اللي هيوصلك لطريق النجاح. وخليك فاكر ان النجاح بيبدأ بفيديو حفز.